يا الله ونقول بسم الله ونيجي وياكم هالمرة ويا فيديو ايش راح تسوي بعد قبولك بالموازي والاعتراضات. كلنا نعرف بيان وزارة التعليم العراقي الأخير اللي قالت عملية التسجيل الطلبة في الجامعات والمعاهد بعد ما يحتاج تروح تسجل حضوري وإنما الكتروني. صح اكو طلاب راحوا سجلوا حضوري، لكن قبل ما تنزل الخطوات اللي نشرتها وزارة التعليم العالي، وأغلب الجامعات من طلاب قاموا يروحوا لهم قاموا يقولوا لهم يعني ما يحتاج تجونا، احنا دا نوافق على تسجيلكم الكترونيا، انتوا بس سجلوا بالبيت الكتروني تمام، والرابط راح تلقونه انا مسويه في اول تعليق. زين، لعد احنا اهل الموازي والاعتراضات، هسه الطلاب من دا يفوتون على التطبيق هيبك ويريدون يسجلون تمام، دا يلقون قبولهم القديم، هم يريدون يسجلون على اساس شنو؟ قبولهم الجديد. فانتظر لي من هنا الى الاحد كل ساعه فوت لي على التطبيق تمام. اذا قبولك تغير الى قبولك الجديد سجل الكتروني، وانا موضح لك العمليه بالتفصيل في اول رابط تمام، اول تعليق مثبته. زين، واحد يقول عاد انا اذا فرضا من هنا الى الاحد وما تغيرت ما تغير قبولي، ما صار جديد، ظل على القديم، شو اسوي؟ راح اقول لك تروح الى الجامعه او المعهد مالتك حضوريا وتاخذ وياك المستمسكات الاتيه. اولا تأييد درجات، شنو؟ تأييد درجات او وثيقه مصدقه من التربيه، تريدون تاخذوها من المدرسه او جماعه الخارج يروحون يجيبوها من التربيه مالتهم. ثانيا تاخذ وياك البطاقه الموحده مالتك ومالت والدك او والدتك همين يعني. ثالثا بطاقه السكن. ورابعا تاخذ وياك اهم شيء فحص طبي من اقرب مستوصف او مستشفى. واخيرا تاخذ وياك صور وتروح سجل حضوري تمام. هاي شنو؟ هاي في حالة اذا ما تغير قبولك في التطبيق مال هيبك تمام. اما اذا تغير لا سجل الكتروني، وارجع واقول لكم الرابط راح تلقونه في اول تعليق. لا تنسون تفعلون اشعارات قناة اليوتيوب، لانه ان شاء الله راح استمر وياكم حتى بعض النصائح الدراسة اللي تخص في الجامعة، راح تستفادون هواي من محتواي. اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، مع الف سلامة.